السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل متابعين قناة أرشيف باسم كتكوت والفنان السوري نصيف زيتون. يسعد لي أوقاتكم جميعا حبايب قلبي. فيديو اليوم عن حفلة رأس السنة 2024. كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله تحققوا كل اللي بتتمنوه. بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تعملوا لايك قبل ما نقول الخبر، وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصل لكم كل جديد وحصري للفنان السوري نصيف زيتون، والمتابعة صفحتنا على الفيسبوك رجل غير كل الرجال بالعربي. نرجو من كل أخ وكل أخت الدعم في الصفحة بلايك لحتى يصل لكم كل جديد للفنان نصيف زيتون. يجتمع النجوم ملحم زين، نصيف زيتون، ورحمة رياض في حفلة ليلة رأس السنة في بيروت. الحفلة سيقوم يوم 1 كانون الأول في الفورم دو ببيروت على مسرح سيقوم خصيصا لهذا الحادث من تنظيم اف اي برودكشن. من المتوقع أن يشاهد الحفل إقبالا كبيرا من الجمهور، وهذا بدأت تشاهده الأرقام المخصصة للحجز بعد دقائق من الإعلان عن الحفل. وسيقوم النجوم بقية من أجمل أعمالهم الفنية وسط أجواء احتفالية لاستقبال العام الجديد بالفرح والأغاني. السهرات عادت إليكم. خارطة حفلة ليلة راس السنة في لبنان من بداية العد العكس لحلو عام 2024. بدأت صور حفلات راس السنة في بيروت تضاع قليلا بعد عودة السهرات بشكل لافتات قريبا بعد توقف قرابها شهرين. أثار الحرب في غزة والاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان. في هذا السياق ستحضر متعهد الحفل مشيل حايك لعد من السهرات، على رأسها حفلة للفنان وائل كفوري الذي من المتوقع أن يحيا سهرته في فندق في فينيستيا ليلة رأس السنة، على أن تطرح التذاكر قريبا في الأسواق لبيع وتكون أسعارها بمتناول الجميع. كذلك يتراقب جمهور الفنان كاظم الساهر في لبنان حفلا غنائيا ضخما للفنان العراقي في 28 كانوا الأول. إلى أن الساهر أعلن مؤخرا إلغاء جميع حفلاته نتيجا للحرب الإسرائيلية على غزة، كما أطلق أغنية باللغة الإنجليزية تحمل اسم Hold You From You Hold Free يطلب من خلالها وقف إطلاق النار في غزة. بدور يتفاوض متعهد الحفلات فادي أبي عاصي الذي يدير شركة FA برودكشن مع مجموعة من الفنانين لإحياء سهرات ليلة راس السنة 24، من بينهم الفنانة العراقية رحمة رياض والفنان السوري نصيف زيتون والفنان ملحم زين، لإقامة حفلة تجمع الثلاثي تقام في الفورم دي ببيروت. طبعا يا جماعة عاوز كمان القناة دي تبعي على اليوتيوب، تمام. القناة اسمها باسم للمقاولات والبناء الحديث. ياريت يا جماعة تدخلوا تعملوا لي اشتراك في القناة. مش عارف هي باينة لكم في الكاميرا ولا لأ،
انا هجيبها لكم، بس هي القناة اسمها باسم للمقاولات والبناء الحديث. تمام، هجيب لكم اسمها علشان خاطر. وهنا حابب اتشكر 16,058 فرد، حابب اتشكرهم فرد فرد. طبعا انا الصوت مش مشغله. الفيديو ده انا نزلته امبارح لنصيف زيتون، يغني يا حمامة تدوح وشمالك توين، الاغنية العراقية. تمام. طبعا البوستات دي كلها انا بنزلها على صفحة الفيسبوك رجل غير كل الرجال بالعربي. طبعا متابعيني على اليوتيوب ياريت يعني تخلونا نشوفوكم على الصفحة هنا. تمام. الصفحة اللي انا كنت بكلمكم عليها قناة اليوتيوب، اي اسم الصفحة باسم للمقاولات والبناء الحديث. طبعا يا جماعة دي صفحة الشغل عندي. تمام، ياريت تدعموني في الصفحة، تعملوا اشتراك علشان خاطر نوصل 1000 مشترك. تمام، اهي الفيديوهات كلها تبع الشغل. تمام، انا دلوقتي وصلت 183 مشترك. برضو مشكورين لكل اخ وكل اخت. انا عارف ان في ناس معايا من على اليوتيوب، من على البيج طبعا نصيف زيتون، طبعا من جميع انحاء البلدان. تمام، دي انا حاجة انا واثق منها يعني. تمام. وكمان هنا الصفحة اللي انا بنزل عليها الفيديوهات. بس النت تقيل شوية. اهي هنا يا ريت بس يا جماعة زي ما انا قلت لكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في الصفحة وتفعلوا زر الجرس ليصل لكم كل جديد وحصري. هنا كمان موجود معانا 3229 مشترك. برضو شكرا لكل اخ ولكل اخت معانا على القناة. تمام. وهنا دي البيج زي ما انا قلت لكم، الناس اللي بتشاهد من على الجروبات. ياريت يا جماعة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لي كمان هنا على الصفحة، تعملوا لي لايك على الصفحة يا جماعة. تمام. وان شاء الله اشوفكم الفيديو القادم حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.